الاقي مثلا حد في تدريب معايا يقول لي ايه كوتش انت ليه مش حاطط لي تمرينه كده وكده وكده ريست مثلا، انا عايز اعمل ريست قوي. هو يكون لسه في البدايات بتاعته. انت اصلا كفوليوم انا مختاره لك، حاططه لك ان دايركت فوليوم، ان انت تقوم جاي قايل له العب لي ريست فليكشن كده اهو وريست اكستنشن كده اهو عشان نكبر عضلات الريست فليكسورز وريست اكستنسورز. ده اسمه دايركت فوليوم، هينفع لناس معينه بناء على مستواهم او الرياضه اللي هم داخلينها. لكن مثلا واحد تاني لسه مبتدئ، طب هو مش انت وانت بتلعب كده اهو مش هنا الريست بتاعك عايز يعمل ازاي؟ عايز يعمل كده صح؟ فيبقى انت اوتوماتيك بتعمل ريست فليكشن، فانت اوريدي اصلا مشغل العضلات بتاعت الريست فليكسورز في كل التمارين بتاعتك. حد بيلعب تراي، هل شفت حد بيلعب تراي كده بيلعبها ازاي كده؟ طيب ايه اللي برضو بيحصل؟ الريست عايز يطلع لفوق فانت بتنزله ايه لتحت، فكده انت بتعمل ريست فليكشن برضو، فبتشغل العضلات بتاعت الريست فليكسورز. فهنا المفصل ده اشتغل، ترايسبس شغاله. طب المفصل ده ثابت عن طريق انه مثبت الوزن، يبقى كده العضلات دي شغاله تعمل ايزومتريك، شغاله في الثبات. في عملاء معينين انت لو مرنتهم ريست ممكن يبدا يحصل لهم انجريز، ممكن يحصل لهم التهابات، اوفر تريننج بقى وبيتمرن كتير. هي اوريدي اصلا شغاله بشكل اندايركت في جميع التمارين بتاعتك.